السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بشوف ناس كتير بتشتكي ان الرقاق بيطلع معاها طري جدا ومعجن وكمان بيلزق منها في الصينيه. فان شاء الله هنعمله النهارده بطريقه مميزه، ان هو بيكون مقرمش من بره وفي نسبه طراوه بسيطه من جوه، وكمان الحشوه بتاعتنا مختلفه. فاحنا مش هنعمله بعصاج، احنا هنعمله بطريقه مختلفه. فان شاء الله هتجربوا الطريقه دي وان شاء الله تعتمدوها على طول. بس اتمنى قبل ما نبتدي في الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة تكبر بيكم ان شاء الله، وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة انزلها. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الرقاق الجميل ده ازاي النهاردة. شايفين ما شاء الله مقرمش من بره وطري من جوه، وكمان الحشوة بتاعتنا مميزة وطعمها حلو جدا. فيلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي النهارده. مبدئيا كده هنا بجيب طاسة او صينية احطها على النار واحط فيها معلقة سمنة، تمام، سمنة او زبدة المتاح والمتوفر عندك. وتاني حاجة هنا انا عندي اللحمة مستوية سوا كامل. احنا هنا بنحب نعمله باللحمة المستوية. عندي لحمة مفرومة بس احنا على طول بنعمله بالطريقة دي. فان شاء الله جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. هنا السمنة بتاعتي سخنت، هنزل هنا بصلتين كبار مقطعاهم جوانح بالشكل ده، وطبعا كمية البصل والطماطم واللحمة حسب استخدامك للرقاق وحسب كمية الرقاق اللي انت عايزة تعمليها. عندي هنا طماطم وبصل وفلفل ومعلقة توم مهروسة، والطماطم واخدة اللحم بتاعها وشايلة البذر اللي بيكون موجود جوه، تمام، او المية اللي تكون موجودة جوه. هنا بعد ما البصلة بتاعتي ما دبلت بقى واتشوحت تشويحة حلوة، اللحمة بتاعتي قطعتها قطع صغيرة بقى بالشكل ده، وهبدأ ان انا اشوحها مع البصل. طبعا عندي هنا كل حاجة مستوية فمش هياخد معانا وقت خالص. بعد ما اديت تقليبة كده او تشويحة للحمة مع البصل، هحط هنا معلقة التوم، وبعدين هنزل عليهم هنا بالطماطم والفلفل والتوابل بتاعتنا. هحط هنا بقى البصل والفلفل والتوابل بتاعتي عبارة عن توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، ملح، فلفل اسود، وحبة بهارات مشكلة، تمام. ونحط طبعا الملح حسب الكمية اللي بتكون موجودة قدامك، والبهارات برضو مش كميات، ده حاجات بسيطة برضو على حسب الكمية اللي بتكون موجودة معاك. كده خلاص 3 دقايق كده واطفي عليها النار، لان كل حاجة مستوية، يا دوب انا عايزة بس الخضار اللي يدبل. تاني حاجة هنا بقى اهم حاجة ان الشوربة بتاعتي تكون باردة. هي كانت سخنة وسبتها لحد ما بردت وبقت بالشكل ده، علشان لو انت اشتغلتي فيها وهي كون دافية او نص نص هتبص لان بكده الرقاق بيلزق معاكي. تاني حاجة الصينية اللي انا هشتغل فيها ألمونيو اهي، مش هيلزق فيها ولا اي حاجة. هسيبها تسخن على النار، وبعدين هنزل هنا بمعلقة زبدة، وهحط على الزبدة معلقتين زيت علشان الزبدة ما تتحرقش، تمام. وتاني حاجة برضو هنا ان لازم مهم ان السمنة تحت تسخن علشان الرقاق بتاعي ما يلزقش. تاني حاجة هنا بقى هبل الرقاق بتاعي بسرعة وهداير كده السمنة تحتي علشان برضو ما يلزقش معاكي في الصينية. اكون في الوقت ده بقى سريعة علشان ما اخدش وقت، وعلشان الرقاق اللي في ارضية الصينية ما تتحرقش منك وانت لسه ما خلصتيش بقيه الصينيه بل ولا حطيتي بقيه الحاجات. طبعا لو قعدت تبلي بقى على الرخامه وبعدين ترجعيها على البوتاجاز هتلاقي ايه، ان الموضوع عجن معاكي فبكده بيلزق. هحط بقى الحشوه بتاعتي بقى في النص بالشكل ده، وما احاولش ان انا اخرجها على الاطراف علشان لما اجي اقلب الصينيه محاجاش تخرج منها، تمام، بالشكل ده. حطيت تحت 3 رقات، يعني 3 رقات بس، وهحط في نص الحشوه وهحط 3 رقات من فوق. انا هنا ما بحبش اكتر لان احنا بنحب ان هو يكون فيه نسبة طراوة بسيطة ونسبة قرمشة اكتر. هداري بقى بالشكل ده. في الوقت ده بقى هنا هعلي النار علشان يستوي معايا على طول وما يلزقش في الصينية. وطبعا يفضل تستخدمي هنا بقى المعلقة اللي هي بتاعة طقم التوزيع، اللي هي العريضة او المعلقة الخشب اللي زي دي، وتبدأي ان انتي ترفعي بقى طرف الرقاقة بالشكل ده. ولو لقيتي حتة كده لزقت ولا حاجة تقدري ان انتي بطرف المعلقة هتسلك معاكي وهتسهل معاكي ان هو يتخلع من الصينية على طول، تمام. هفضل اداير بقى بالشكل ده، نار عالية اهي، لحد لما احس بقى ان هو استوى من تحت وخد تحميرة حلوة من كل الجناب. فان شاء الله جربوها بالطريقه دي. وطبعا كمان لو انتوا شايفين ما شاء الله انا خلاص بطرف المعلقه بداير وبرفع علشان اتاكد ان مفيش اي حاجه لازقه. وهنا بقى بكون مجهزه غطا كبير
اكبر من الصينيه يعني، وبقلب الصينيه. لو هتقدري تتحكمي وتقلبيها بايدك مفيش اي مشكله، بس يفضل كده علشان الحشوه ما تخرجش. تمام كده. بعد ما قلبتها في دقيقه برضو ارجع الصينيه تاني واحط معلقه زبده ومعلقتين زيت واخليهم يسخنوا بسرعه، واروح نازله بالرقاق علشان الناحيه الطريه دي ما تلزقش معاكي برضو في الغطا. هنزل بقى بالشكل ده واحرك بقى واهز الصينيه بالشكل كده علشان ما تلزقش من تحت، لان الناحيه اللي فوق دي بتكون طريت خلاص. تمام. هرج بقى الصينيه واهزها بالشكل ده وافضل اداير لحد لما تاخد لون ذهبي من تحت. لو انت مش هتعمليه بحشوه وهتعمليه رقاق ساده بس كده خالص، تعملي 3 رقاقات بس، يا دوب ان هي الرقاقه تحمر من الناحيه دي وتقلبيها على الناحيه التانية. يبقى احنا كده حمرنا 3 رقاقات ب3 رقاقات، وتعملي الكميه فوق بعضيها بيكون كده مقرمش. هنا انا قلبتها معاكم علشان اوريكم برضو ان هي الناحيه التانية ما لزقتش، حته بسيطه بس اللي لزقت هنشيلها مفيش اي مشكله. وطبعا بوريك ان هي برضو واخده تحميره حلوه او لون ذهبي من الجنب اللي تحت. هحطها بقى في طبق التقديم بتاعي وهقلبها بقى بالشكل ده. طبعا الغطا هنا هيساعد معاكي ان انت تتحكمي وتقلبي الصينيه براحتك. هجهز هنا بقى صينيه كمان. الحشوه بتاعتي عملت معانا هنا صينيتين، وما شاء الله طري من جوه، وكمان الخلطه اللي احنا عاملينها اللحمه دي بتبقى مميزه. احنا هنا بنفضلها عن اللحمه المفرومه. انا صراحه عندي لحمه مفرومه، بس انا ما احنا خلاص اتعودنا على دي وبنحب الطعم ده، لان بجد طعمها بيكون حلو جدا وبيكون مميز. فان شاء الله هتعملوه بالطريقه دي، وان شاء الله يطلع معاكم مظبوط من اول مره. وتهتموا كده الصينيه تكون سخنه والزبده تكون سخنه، ومن الرقاق نبله بشوربه تكون بارده علشان ما يلزقش معانا في الصينيه. نهتم بالخطوات دي وان شاء الله يطلع معانا ناجح، هيطلع احلى رقاق ان شاء الله تعملوه. طبعا لو زي ما قلت لو انت مش هتعمليه بلحمه، هتعمليه رقاق ساده بس. بحب ان انا اعمله 3 رقاقات ب3 رقاقات، واحط مثلا ال6 فوق بعضيهم، بس بيبقى في اتنين من نص محمرة ومن فوق كده بتبقى كلها محمرة. شايفين ما شاء الله مقرمش من بره وطري من جوه، والحشوة نفسها طعمها حلو جدا. فان شاء الله تجربوها، لان زمان كانوا دايما يعملوا الرقاق كانوا يقولوا عليها المسلوقة واحنا صغيرين، فكنا دايما ما بنحبش صينية الرقاق اللي بيعملوها الا لما بتكون بلحمة، علشان كانوا بيعملوا كمية رقاق ب8 رقاقات في بعض. فطبعا الاولانية اللي بتبقى مقرمشة والاخرانية، وطبعا في القلب بيكون عجين. انما لما تعملي 3 رقاقات ب3 رقاقات وبعدين تضميهم وتحطيهم فوق بعض وتقطعيها بكده، بتكون واخده نسبه قرمشه حلوه، وبيكون في الطعم احلى كمان. ولو هتحطي حشوه لحمه اعملي الحشوه دي وجربيها، وان شاء الله هتعجبك. وان شاء الله لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات ان هي طلعت مظبوطه وطلعت حلوه معاكم، وان شاء الله تعتمدوا الطريقه. والحمد لله دلوقتي الرقاق أصبح متوفر في الأفران، ما بقى زي زمان كان بيبقى متوفر على العيد الكبير بس وخلاص على كده. فإن شاء الله تجيبوا تجربوا الطريقة دي وإن شاء الله تعتمدوها. وطبعا الطريقة دي بتسهل عليكي إن احنا بنكون سالقين اللحمة العادية بتاعتنا خالص، وتكوني عاملة حسابك إن انت مزودة 3 قطع 4 كمان، اللي حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها من الرقاق، وتقدري ان انت تاخدي وتعملي الحشوة بتاعتك على طول. بجد بيكون احسن واطعم من العصاك. ان شاء الله اتمنى تجربوها، اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.